الكيز أو زي ما بنقول بالعامية كده الخوابير عبارة عن قطعة بتربط بين العمود وأي جزء دوار زي الترس أو الهب بشكل عام، وبالتالي بتكون حركة الشافت والهب واحدة وما يحصلش سلايدنج بينهم. وفي الفيديو ده هنعرف ازاي نقدر نعمل سيلكشن للكي. الكيز ممكن نصنفها لأربع أصناف: السانك كي بأنواعه زي الريكتانجولار كي والسكوير كي، وبرضه الباراليل كي، وعندنا نوع تاني برضه وهو الجيب هيت كي، ونوع تاني برضه وهو الفيذر كي، وآخر نوع وشكل هو الوودروف كي. وتاني تصنيف هو الصادل كي بأنواعه زي الفلات صادل كي والهولو صادل كي. وتالت تصنيف هو التانجنت كي. ورابع تصنيف هو الراوند كي. وبالمناسبة كل الأنواع والأشكال دي متوفرة على البلوجز الخاصة بينا، وويب سايتس زي الجراب كاد تقدر من خلالها تشوف أي نوع ك 3D موديل، وتقدر تستخدم البارت في أي ابلكيشن معاك بحيث أنت تقدر تعدل عليه برضه. لو جينا نشوف أشهر الأنواع زي الباراليل كي، الكي عندنا بيتوصف طول في عرض في سمك، وعندنا ريفرنس مهم وهو إن الويدث الخاص بالخابور بيساوي قطر الشافت على 4. يعني لو معايا شافت قطره 20 ملم وعايز أعرف عرض الخابور المناسب ليه، هنقسم على 4، هيطلع إن عرض الخابور ما ينفعش يقل عن 5 ملم. والسمك في العادة بيكون قانونه قطر العمود على 6. يعني تحديد الويدث الخاص بالخابور بيعتمد على قطر الشافت، وده معناه إن لازم أعمل ديزاين للشافت الأول وبعدين أعمل سيلكشن للكي. إحنا كده عرفنا إزاي نحدد العرض والسمك، وفاضل عندنا الطول. والطول هو المتغير اللي عندي لأن براعي فيه الاسترس المطبقة على الكي. وهنا محتاجين نعمل شوية حسابات ومحتاجين نسأل سؤال، وهو إيه الإجهادات اللي واقعة على الخابور. فلو هنفترض إن عندنا عمود أو شافت بيلف، الدوران ده هيعمل تورك، وبالتالي في فورس، والقوة دي بيقابلها رياكشن فورس لأن كل قوة ليها ردة فعل. فالقوة دي ومقابلها القوة التانية بتعمل إجهادات على الخابور. فلو عندي بارت بالشكل ده وعرضته القوة بالمنظر ده، هنا البارت هيحصل له كومبريشن. يبقى أنا عندي الخابور ده بيتعرض لنوعين من الإجهادات: الشير ستريس، وده الاريا بتاعته العرض في طول الخابور، والنوع ده بيكون موازي للقوة المطبقة. فلو جينا نعمل سيكشن فيو بالمنظر ده هنلاقيه بيأثر على الخابور في المساحة دي. وبيتعرض للكومبريشن ستريس، وده بيتطبق على الاريا اللي هي الطول في نص السمك، وبيكون بالمنظر ده بحيث نص سمك الخابور بيحصل له إجهادات من الناحيتين. بالنسبة للشير ستريس، احنا عارفين ان التورك بيساوي الفورس في الديستنس، يعني نقدر نقول ان الفورس بتساوي التورك على الديستنس اللي هي عبارة عن قطر الشافت على 2. وبالتالي نقدر نقول ان الشير ستريس بيساوي الفورس على الاريا، هيساوي 2 في التورك على الدايمتر في الويدث في الطول. بس ده مش الإجهاد اللي من خلاله هجيب طول الخابور، لأنه بيجي عن طريق الألوبل شير ستريس. ده يعتبر أقصى إجهاد ممكن تتحمله المادة قبل الكسر، واللي بيساوي نص في اليلدنج ستريس على الفاكتور اوف سيفتي. اليلدنج بنجيبه من الداتا شيت الخاصة بماتيريال الكي زي ما هنشوف دلوقتي، والفاكتور اوف سيفتي عادة بنحطه باتنين أو تلاتة. وبالتالي هنطلع من المعادلات اللي فاتت دي إن الطول بيساوي 2 في التورك على الألوبل شير ستريس مضروب في القطر في العرض. وناخد بالنا دايما إن الشير ستريس أقل من أو يساوي الألوبل شير ستريس. وبكده عرفنا أول إجهاد مطبق على الخابور. تاني إجهاد هو الكمبريشن ستريس، وده بيتطبق على الاريا اللي هي نص سمك الخابور مضروب في طوله. وبالتالي قانون الكمبريشن ستريس هيساوي 4 في التورك على قطر الشافت في الطول في السمك. وبالمثل في برضه اللوبل كومبريشن ستريس، وهيساوي اليلدنج ستريس على الفاكتور اوف سيفتي. ومن القانونين دول هنقدر نطلع معادلة للطول، واللي بتقول إن الطول بيساوي 4 في التورك في الفاكتور اوف سيفتي على قطر الشافت في السمك في اليلدنج ستريس. هتقولي طب ما احنا كده معانا طولين مختلفين. هقولك هناخد الأطول. طيب ليه بقى؟ عشان يتحمل أكبر إجهاد مطبق على الخابور، وبالتالي ما يحصلوش كسر أو فيلير. طيب تعالوا بقى ناخد مثال على الكلام ده كله. لو عندك موتور مكتوب عليه إن الباور بتاعته 30 كيلو واط، وعدد لفاته 1500 ار بي ام، وقطر الشافت 30 ملم، والماتيريال بتاعة الشافت اي اي اس اي 1045. أول حاجة هنعملها هنجيب الويدث والسيكنس الخاص بالخابور. هتقول لي هنقسم قطر الشافت على 4 يطلع 7.5. هقول لك صح، بس الأحسن طبعا إننا نفتح ستاندرد ونشوف عند قطر 30
هنلاقي إن أنسب خابور عرضه 10 وسمكه 8، وبالتالي عايزين نعرف أنسب طول للخابور، فإحنا لازم نحسب الاسترس المطبقة على الخابور. طيب إحنا معانا الباور وعارفين إنه بيساوي التورك في أوميجا، بالتالي التورك هيساوي 30 في 10 أس 3 عشان نحول الكيلو، على 2 في باي في 1500 على 60 عشان نحول عدد اللفات، وبالتالي التورك هيساوي 190.98 نيوتن في متر. وهنجيب الطول مرة من خلال الشير ستريس ومرة من خلال الكومبريشن ستريس. لو جينا نجيب الطول من خلال الإجهاد المطبق اللي هو الشير ستريس، هنلاقي إن الطول بيساوي 2 في التورك على الألوبل شير ستريس في الدايمتر الخاص بالشافت في الويتس. الألوبل شير ستريس بيساوي نص في اليلدنج ستريس على الفاكتور اوف سيفتي. طيب اليلدنج ستريس دي هنجيبها ازاي؟ هنخش على الداتا شيت الخاصة بالخامة اللي هي اي اس اي 1045 اللي بيقول ان التنسايل سترينث يلد بيساوي 310 ميجا باسكال، فهضرب 310 في 10 أس 6 وهعوض على الفاكتور اوف سيفتي ب3، وبالتالي الطول هيساوي 2 في 190.98 على نص في 310 في 10 أس 6 على 3، وضربنا في 10 أس 6 عشان نحول من ميجا باسكال لباسكال. كل ده مضروب في 30 في 10 أس سالب 3 في 10 في 10 أس سالب 3، وضربنا في 10 أس سالب 3 عشان نحول من مليمتر لمتر. الناتج هيطلع معانا 0.0246 متر، يعني هنحوله لمليمتر هيطلع معانا 24.6 مليمتر. وفقا بقى للكمبريشن ستريس، فالطول هيساوي 4 في التورك في الفاكتور اوف سيفتي على الدايمتر في السيكنس في اليلدنج ستريس، يعني هيساوي 4 في 190.98 في 3 على 30 في 10 أس سالب 3 في 8 في 10 أس سالب 3 في 310 في 10 أس 6 هيساوي 0.0308 متر، يعني بالملي هيساوي 30.8. وهنا هنختار الطول الأطول عشان يتحمل الإجهاد الأكبر، وبكده احنا طلعنا الويدث والسيكنس والطول للخابور المناسب.